لك، هو الوقت أعطى إلي. أيوة. أنا كضيف عندكم عندي وقت، فيجب عندما تسأل تعطيني وقت الكافي يعني. أما لو أنا فقط أنا موجود حتى أجاوب عن أسئلتك بما تريد، فأنا لست بضيف، أنا أسير. الآن هل قلت أن الشيعة اليوم مختلفون على هذا المهدي؟ هل السبب هوى منهم أو أن النص أو من النص غير محكم؟ تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد الأم والمهدين وسلم تسليما. سألت عن الوصية لماذا لم يؤمنوا بها؟ الوصية لم يردوها ولكنهم اختلفوا في المصداق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فسر لي للعامة، خذ وقت، فسر لي لأهل حماة الأبطال ولأهل حلب. شيخنا ليش تقاطع يا شيخ؟ لماذا تقاطع حتى يتشيعوا؟ شيخ لماذا تقاطع يعني؟ تفضل. تسألني أنا أجيبك وبكل هدوء. أنت يعني تعصب وتقاطع، لماذا؟ صح. اسمح لي أن أكمل يعني، اسمح لي. أنت تقول أحببت محاورتي يا أبا زينب وأحاورك. أنا أقول لك ليش معصب. أنا بقول لك ليش معصب، لأني أريد أن أبايع مهديكم بالسرعة وأنتم تمنعونني ولا تعطوني السرعة بالإجابة. مشان هدي أعصابه يا شيخ، هدي لحظة أعصابك شوي. اسمعني، خلينا اسمع الكلمة بس، اسمع يا حبيبي. أنا معصب لأني أريد أن أبايع قبل أن أموت ميتة جاهلية، وأنت بتعمل لي خطب منبرية والآخر يعمل لي مرافعات محكمية. بدك أعطوني الزبدة. أنت تعمل خطب يا شيخ، ما حدا تكلم ولا حدا عمل خطب. يلا يا أستاذ محمد، يعني اطلب للشيخ شيء ليشرب والله يعني، حتى نريد نتحاور، يجب أن تستفاد الناس ونستفاد. ليهدأ قليلا يعني. ما خلاص هو بيشرب جميله. إن شاء الله خير. تفضل. إذا خلص أسئلتك خليني أجاوب. أولا كما قلت الناس اختلفوا في المصداق ولم ينكروا وصية رسول الله، بل هم يستفتحون على الناس بوصية رسول الله. وكثير منهم كان مختلفا يوم أمس واليوم آمن، والكل سيبايع إن شاء الله يعني. ومنهم الشيخ العرعور، لماذا لا يعني؟ هو الرجل إذا أراد أن يهتدي يوصله الله سبحانه وتعالى. أما من لا يهتدي لخلفاء الله سبحانه وتعالى بعد أن تمت الحجة على الناس بهذا القانون الإلهي الذي فرضناه عقلا منطقا وشرعا وقانونا وانطبق على كل الحجج منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا مع كل هذه الأدلة، ثم لا يؤمنون، فنعم هذا هو الهوى، سواء كان شيعي أم سني أم مسيحي أم يهودي. نعم هذا هو الهوى. طيب يا شيخ صفاء، يعني أنت تقول هذا هو الهوى الذي يحكمنا في ديننا، ليس العقل فقط، إنما هو قرآن ربنا وسنة نبينا الصحيح. وأعطيتك أدلة من القرآن يا شيخنا بعد إذن حضرتك. الهوى ده يعني لدى الإخوان الشيعة أو لدى علماء الشيعة لسبب، لأنه بيفترضوا النظرية ويفترضوا الفرضية ثم يبحثوا في كتاب الله. إنما السنة بينطلقوا من الآية ثم يفسروها حسب لغة العرب وحسب قاعدة تفسير معروفة. أنا عايز أسألك يعني لماذا الغيبة أصلا؟ لماذا الغيبة أصلا؟ نعم تفضل. لماذا الله سبحانه وتعالى غائب عنك ولا يراك وجهك؟ أعوذ بالله. حتى تؤمن به. نعم إذا تسأل هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم وأنا أعوذ بالله كذلك أن تقول لماذا تغيب يا إمام؟ هذه حكمة الله. أنا لما بقول لك لماذا الغيبة يا شيخ صفاء أنا لما بقول لك لماذا الغيبة، لما بقول لك لماذا الغيبة بسألك يعني ليست هناك فائدة من الغيبة، لأنك أنت تقول أن هناك الإمام لابد أن يكون حيا حجة قائما يتعامل معه الناس ويوصل للناس دينهم. أستاذ محمد هناك حقيقة تغيب عنك وعن الشيخ وعن حتى المشاهدين وأكثرهم سواء كانوا شيعة أم سنة. إن لله سبحانه وتعالى قانونا يعرف به خلفاء الله في أرضه. هذا القانون لطالما عدناه وكررناه، أولا وصية أو نص، ثانيا علم، ثالثا الدعوة لحاكمية الله سبحانه وتعالى، وهذا استقيناه من القرآن يا شيخ أبا زينب. ثم بعد ذلك أردنا أن نوضح كل أمر، ضربنا الأمر مثال. يا شيخ خلينا أكمل. أبا زينب وافقناك على القانون أو نقاطعني يا أبا زينب، بس اسمعني. هونوا عليكم. اسمعني. نعم تفضل. الله يرضى عليك. الله يهدينا وإياك. يا رب اجعلني وإياك مباركين. نعم تفضل. احنا آمين رب العالمين. الآن في مجلس قضاء وافقنا على كل السنن القضائية اللي ذكرتها أنت. وافقت والله العظيم إني لصادق، ما أجاملك. وافقت إنه المهدي يجب أن يكون عالما ويدعو إلى حكمية الله وأن يكون الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن في مجلس قضاء لنعين هذا الرجل. أهو محمد بن عبد الله اللي خرج قبل لست أنت تعينه شيخنا، هو يقول، هو يصدع بالأمر كما صدع رسول الله، كما صدع عيسى. طيب أعطينا إياه. أعطينا إياه الآن. يعني لأنه ما موجود لا تجب عليك رعايته. أنت السند منك إليه. شيخنا أنت من أهل الشام. طيب انتهت المسألة. أبا زينب انتهت المسألة. كيف تعرفت عليه؟ عرفنا عليه. كيف تعرفت عليه؟ عرفني عليه. جميل جدا. يلا تفضل. جميل جدا. عرفته من خلال كتاباته. أيوة. ثم سألت، نعم وجدت له كتابا، ثم بعد ذلك سألت، قالوا له موقع، قرأت الموقع وقال أنا صاحب الوصية.
أنا الذي ذكرني رسول الله في وصيته، فوالله العلي العظيم. اسمعني شيخ، اسم الموقع ايه يا شيخ ابو صفاء؟ اسم الموقع ايه عشان الناس تدخل على الانترنت؟ المهديون.com اعتقد، او المهديون.org www.المهديون.com. المهديون عند الشيخ عبد العال يعطيكم اياه. الموقع اسمه ايه؟ الموقع اسمه ايه؟ موقع انصار الامام المهدي. بس اسمح لي خليني اوكل. لا 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 www.المهديون. وصلنا يا رجل الحمد لله. خليني اكمل. اصبر بس اسمح لي خليني اكمل. والله وصلنا لشو؟ لحظة، وصلنا للنتيجة خلاص. شو هي؟ الآن هو إيه؟ الآن موجود إيه؟ ويدعو. نعم. أنت إيه؟ رأيته عم بس قرأت عنه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى التقيت به وعشت معه فترة طويلة الله سبحانه أكبر. وتعالى، وقد وجدت فيه ما قرأت عن علي، ووجدت فيه ما قرأت عن محمد وعن آل بيت محمد. ممتاز. اصبر. تتبرع. نعم. اصبر. رغم عنف الكبير والصغير، نعم، ورغم عنف اللي في القناة وخارج القناة، نعم، تعلن هو رجل شجاع ولا جبان؟ شجاع. شجاع. نعم. تعلن نعم. قناة صفا نعم. عن اتصال هاتفي نعم. غدا من المهدي، نعم. والشريحة من حسابي. اكثر من كده خلاص يا شيخ صفاء انتهت قضية. خير ان شاء الله. جميل جدا، جميل جدا. استاذ محمد ممكن اتحدث؟ استاذ محمد اتحدث يعني لحد الان ما اكتملت عندي فكرة. ما اكتملت عندي فكرة. استاذ محمد تفضل. هل إذا اتصل شخص وقال أنا هو؟ نعم. لا، سوف نثق في كلامه من خلالكم، فأنتم وكلاء له يا شيخ صفاء. نعم. لأكمل أخي الكريم. لأكمل. أولا رسول الله وجبت حجته على كل الخلق طالما أن هناك من رأوه ونقلوا. الشيخ في ذلك الزمان لو كان في الشام ولم يلتقي برسول الله، وجاءته الدعوة من الدعاة من رسول الله إلى الشام، هل يقول إني لم أره لهذا السبب لن أؤمن برسول الله؟ هو الحال يعني هو كان في وحي، يعني في وحي حضرتك على الإمام المهدي؟ وهنا القياس باطل برضه. محمد ما دخل الوحي. يا شيخ رسول الله كان الناس تؤمن به لما يروا، لأن هم عارفين إن في وحي من السماء انقطع هذا الوحي. سؤالي بس دلوقتي يا شيخ صفاء، سؤالي بعد إذن حضرتك، سؤالي أصل أنت حضرتك لما بقول لك لماذا الغيبة قلت لي الله لماذا غائب؟ هل تقول أن صفات المهدي هي صفات الله من حيث القدرة وعلم الغيب والهيمنة على البشر؟ أخي ما دخل هذا الموضوع، نتحدث الآن عن المفهوم. أنا عشان ما فوتش بس النقطة دي يا شيخ صفاء، الذي ورد عندكم في روايات. أنا مش عايز أدخل معاك في المناظرة، بس أنا برد عليك. يعني أنا قلت لك لماذا الغيبة، قلت لي لماذا الله غائب، فقلت لك أعوذ بالله، فأنت استغربت من هذا الاستنكار مني. نعم. أنا قلت أعوذ بالله لسبب، لأن كونك تقول الله غائب، إذا المهدي له نفس صفات الله من حيث القدرة ومن حيث الخلق ومن حيث الرزق ومن حيث غير ذلك. هذا من المهدي عليك أن تستغرب من الله. لماذا؟ لأن المهدي هو خليفة الله سبحانه وتعالى، وغيبته بأمر الله سبحانه وتعالى. صحيح. فأنت إنما تعترض على حكمة الله وعلى أمر الله وليس على الإمام المهدي. عليك أن تعلم أخي الفاضل، أولا يجب أن نرى المفهوم، نتفق على المفهوم، نتفق على الكلمة السواء بيننا. واليوم الشيخ العرعور يعني جميل وهادئ، وهو قال أنه يحب الحوار معي، لنتفق على هذه الكلمة السواء حتى يجتمع عليها المسلمون. أيها المسلمون، ألا يوجد عندكم عن رسول الله قال وذكر شابا ثم قال فإذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي، وفي روايات أخرى فأتوه حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. طيب هذا خليفة الله المهدي وخليفة الله سبحانه وتعالى، يمتاز بنفس القانون الذي يمتاز به آدم، ثم بعد ذلك وصولا بكل الأنبياء والمرسلين إلى محمد. فحق المهدي عليكم كحق محمد وبقية الأنبياء والمرسلين عليكم، كيف تعرفونه؟ والحال إن من أنكر محمد ولم يؤمن بمحمد مثواه النار، فالمهدي كذلك وكذا يأمرونكم أتوه ولو حبوا على الثلج. هل عندكم منهاج لمعرفته؟ إذا لم يكن عندكم منهاج، وهذا الواضح من خلال هذه المناظرة ومن غيرها، لا بأس لا بأس رب ناقل علم إلى من هو أعلم منه. يعني نعرفكم ما هذا المنهاج الذي علمناه يمان آل محمد المهدي. المنهاج مكون من 3 نقاط وطبقوه على كل الأنبياء والمرسلين، ينطبق عليهم إذا انطبق فهو كذلك ينطبق، وإذا انطبق على المهدي فهو حاله من حالهم حجة من حجج الله سبحانه وتعالى كما كانوا هم. المهدي صاحب نص أو وصية كما كل الأنبياء والمرسلين، المهدي صاحب علم كما كان كل الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى يشهد لهم بكتابه. والمهدي دعا إلى حاكمية الله وقال أنا الإمام المنصب من الله سبحانه وتعالى وعليكم طاعتي. إذا لم يكن هذا هو المهدي. أستاذ محمد جزاك الله خير، اسمح لي فقط أن أكمل. أنتم أيها السنة نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولكل أهل هذه الأرض الهداية. آمين. هذا المهدي الذي بشر به رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هل هناك طريقة لنعرفه أيها الأخوة؟ يعني أتوه ولو حبوا على الثلج، يصلي خلفه عيسى نبي من أنبياء الله أولي العزم، هل هناك طريقة لمعرفته حتى على الأقل لا نكون مثلا على التل وهو يحارب نكون معه، أو حتى لا نكون ممن يحارب، قد نكون من جيش السفيان ونحن لا نعلم.
قد يدعي أيضا كما قال الشيخ العرعور، قد يدعي سفيان أنه هو المهدي، وشخص آخر يقول أنا المهدي. كيف نعرف المهدي الحقيقي من السفياني؟ أليس هناك قانون وضع الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر عبثا يعني بالصدفة؟ هذا الذي يسكن في نفس المنطقة التي خرج منها المهدي يؤمن بالمهدي، وهذا الذي يسكن في المنطقة التي خرج منها السفياني يؤمن بالسفياني. يجب أن تكون هناك عندكم منهجية يا شيخ عرعور يا أستاذ محمد، وكل السنة وكذلك حتى الشيعة، يعني منهجية لمعرفة هذا المهدي. هذه المنهجية هي انطبقت على كل الأنبياء والمرسلين. أهم شيء النص، رسول الله قال عن هذا النص كتاب لن تضلوا بعده أبدا، كتاب عاصم من الضلالة. إن رسول الله كمن يعني لسان حاله يقول وقد ضرب على صدره أضمن لكم لن تضلوا. ما هو هذا النص؟ نص بأسماء، وهذه الأسماء لم يدعيها ولم يدعيها على مر العصور إلا صاحبها، فيكفي أن يقول أنا صاحب النص ويأتي بنص رسول الله من أي كتب. طب لا طالما بعد إذن حضرتك سؤالي بس عشان بس الساده المشاهدين ما يتوهوش مني ومنك. تفضل. قول لي اهميه المهدي عندك عشان بس اسال نفس السؤال الشيخ انه حجه من حجج الله المهدي عندي، حجه من حجج الله بالنسبه لك ولا تقبل طاعاتي وعباداتي الا من خلاله، كما ان محمد رسول الله حجه من حجج الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى بمن كان مسيحيا. يعني كل الناس ضالين اللي ما بيقولوش بالمهدي. هذا قول الله سبحانه وتعالى وليس يعني قولي طبعا. بالضبط، هو ده اللي انا عايز احدده بس. لأن المهدي يعني اهميه هذا الرجل غيبته لماذا؟ اين مكان الغيبه؟ هل غابت عنك المعلومه ان المهدي يملا الارض قسطا وعدلا؟ يملا الارض قسطا وعدلا. كيف يملا قسطا وعدلا اذا انت وغيرك لم تؤمروا باطاعته، وان لم تطيعوه لا تدخلوا النار تدخلوا الجنه، فكيف يملاها؟ هل يملاها بالمعاجز؟ لكان الله سبحانه وتعالى لم يرسل لا نبيا ولا رسولا ولا ارسل المهدي يقول للشيء كن فيكون، لكن هذا هو الابتلاء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي تستمر في الخلق. المهدي إطاعته واجبة، معصيته تدخل النار. هذا المهدي الحد الفاصل بين الجنة والنار. طب يا شيخ صفاء، يا شيخ صفاء بعد اذن حضرتك انا معلش بتدخل معاك بس عشان ايه؟ انا بخدمتك استاذ محمد. يعني حياك الله واهلا وسهلا يعني في حديث عن الامام المهدي. نعم. عجل الله فرجه الشريف. نعم. من ادعى رؤيتي بعد اليوم فكذبوه، ده موجود في الغيبه الكبرى صفحه 375. انت بتقول انك انت قعدت معاه وقعدت وتدرسه 570، قعدت بتقول انك قعدت معاه ودرسته القران والدين وحال الامه وغير ذلك، اليس كذلك؟ نعم كذلك. نعم. طيب أين أنت من هذا الحديث؟ من ادعى رؤيتي بعد اليوم، أي بعد الغيبة الكبرى طبعا. تفضل. يعني أنا إذا تريد أن أناقشك في هذا الموضوع فهو موضوع طويل وعريض. هذا لا مش موضوع طويل، يعني أنا عندي حديث دلوقتي في أمهات كتب الشيعة يقول يكذب من يقول أنه رأى المهدي. وهناك يعني مفاهيم كثيرة للشيعة ولعلماء الشيعة بهذه الرواية، وعندنا كتب نحن أنصار الإمام المهدي أتباع السيد أحمد الحسن عليه السلام، عندنا كتب في هذه الرواية بإمكانك الاطلاع عليها وقد فصلناها تفصيل. والآن إذا أجبتك عن هذا الأمر سوف يعني لن تستفد منه شيئا. أما أن المهدي لم يره أحد فلا يوجد أي دليل على أن المهدي ممنوع من أن يراه أحد. كثير من العلماء وكثير من الناس رأوه، وهذه الكتب تزخر بالقصص الكثيرة التي تتحدث عن اللقاء بالإمام المهدي. وهناك يعني وردت عن الإمام المهدي أدعية، ووردت عن الإمام المهدي فتاوى وأمور كثيرة وردت عن الإمام المهدي لا يمكن أن ننطق بها إلا من كان هو الإمام المهدي سلام الله عليه. أما أنه الإمام المهدي لا يرى أحد فأنا أقول لك أخبرك الآن أن كثير من أهل هذا الزمان قد التقوا بالإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري، لكن الآن أحدثك عن ابنه الآن يعني في ناس التقت به الآن أقسم بالله الكثير بالإمام محمد الحسن العسكري اللي هو عايش بقاله 1200 سنة. نعم. نعم. والله أنت تحدثني عن مجهول فلا أصدقه. أخي ألا تؤمن بالخبر كده عربية. أستاذ محمد ما بالك لو حدثتني عن معدوم عن الخبر أنت مجنون أو أنا مجنون إذا صدقته. أستاذ محمد إذا كان هذا الأمر يعتبر الإيمان به مجنون فكل السنة والشيعة مجانين، لأنهم آمنوا بالخبر ويعلمون أن الخبر حي ويلتقي بالناس. وإذا شئت أن أسرد لك الروايات التي تتحدث الروايات من كتبكم أن الخبر حي ويلتقي، هل أسرد لك هذه الروايات؟ أنت تتهم الآن كل الشيعة والسنة بأنهم مجانين بهذا الزمن. كذلك نوح. بس استاذ عفوا شيخ خليني اكمل. طب انت معك دقيقه واحده بس يا شيخنا. هيسالك فيها الشيخ عدنان، بس انا يعني عندي استفسار كده بس عشان بس مرتاح الضمير والبال. خدمتك. يعني من لم يؤمن بالامام المهدي مولاكم احمد الحسن فهو ضال وكافر، اليس كذلك؟ لن نكفر حد. اولا لن نكفر احد، لكن ضال على روايه الامام الباقر الملتوي على ما كفرتم الناس وليس هناك ايه في كتاب الله آية صحيحة يعني تقول أن هذا ركن من أركان الدين الشيعي، أن هذه مسألة يعني عقدية من عقائد الشيعة، يعني على ما كفرتم الناس وليس لديكم دليل قرآني على هذا. أستاذ محمد هذه مصادرة. أولا لا نكفر أحدا. ثانيا قلت لك قال الله سبحانه وتعالى ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمح لي أستاذ محمد، الرسول امتداد الامر والطاعه اليه. سؤال الشيخ عدنان لك عشان ننهي سلام الله عليهم يا ابا زينب، وغدا انت معنا من اول الحلقه. قال الملتوي عن اليماني من اهل النار. نحن نستند على قول حجه الله الباقر
وهو لا ينطق عن الهوى أيضا. الشيخ عبد الله يسألك بس. حيا الله الشيخ، تفضل الشيخ عبد الله، تفضل خدمتك. أيوة الأستاذ المكرم أخذت من الوقت الكافي جزيلا على هذا الإطراء. نعم. لبيان عقيدتك وأس دينك على ملأ من الناس لا يسمح لك على أي قناة بمثله. فضل من الله عظيم. جميل.